استمرارا للعمل الأمني الذي تقوم به قواتنا المسلحة البطلة في ملاحقة من تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، ومن خلال الجهد الاستخباري والفني المميز الذي تقوم به مديرية الاستخبارات العسكرية ومنذ 3 أيام بتخطيط ومتابعة وإشراف من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F-16 ضربة جوية ناجحة في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالا، استهدفت وكرا للإرهابيين بداخله مفرزة إرهابية مكونة من 3 عناصر، إذ تم قتلهم وتدمير كل الأسلحة والمعدات التي بداخله، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا. إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية 6 أيلول عام 2024.